عليكم السلام، اتفضلي. ممكن اكلم فضيلة الشيخ؟ اتفضلي يا فندم، تحت امرك. بعد اذنك يا فضيلة الشيخ، انا في سؤال بس كده كنت عايزه اسال حضرتك عليه. اتفضلي يا فندم. حضرتك انا بقالي سنه ونص دلوقتي متجوزه ومعايا ولد، تمام؟ امم انا من 4 سنين كنت في واحد انا كنت معجبه بيه يعني وكده، تمام. فالشخص دوت انا كنت بحبه جدا يعني وكده. يعني انت هو اتعرفتي كان على الشخص ده رجع وانت اثناء وانت متزوجه؟ لا، ما رجعش ولا اي حاجه. طب قولي سؤالك. فحضرتك يا عم الشيخ، انا كنت الشخص ده انا نسيته وحصلت مشاكل كتيره بيني وبين اهلي وسبته وكده. ايه؟ من 4 يعني كان سنين، من 4 سنين كان في واحد في حياتك وكنتي بتحبيه وحصل مشاكل وحصل وبينك مشاكل وبين اهلك وما كانوش موافقين عليه، فانت سبتيه، صح كده؟ صح كده. واتجوزتي بقالك سنه بتقولي؟ بقالي سنه ونص معايا ولد. وخلفتي؟ طيب. اه إيه فطبعا السؤال بقى؟ الشخص دوت انا سبته قبل ما اتخطب لجوزي حاليا، يعني كويس بقاله كويس. 5 شهور، يعني قبلها يعني بكام شهر قبلها بفتره كنت سبتيه والموضوع اتقفل. واتقفل. تمام. تمام. فانا طبعا الشخص دوت خلاص راح لحاله تمام، ومفيش اي حاجه، وانا كويس. دلوقتي بحب جوزي وعايشه معاه الحمد تمام، لله. مفيش اي حاجه. الحمد لله. وعايشه معاه سعيده ومفيش اي حاجه، والحمد لله حياتنا ماشيه تمام. تمام. سؤالي بس ان انا ان هو الشخص ده ساعات بيجي في بالي على طول، مش عارفه ليه بحس كده ان انا بعمل حاجه غلط، بس مع اني ما لا كلمته ولا في اي حاجه من ساعه ما اتجوزت وخلفت. انا ما فيش كلام بيني وبينه ولا اي كويس. حاجه ولا اي صله اتصال ما بيننا ولا اي حاجه، بس هو بيجي احيانا في تفكيري وان انا بفكر فيه. انا خايفه كده ان ممكن الموضوع يضعف معايا وان انا احاول اكلمه، بس انا ما بحاولش ان انا اطوع نفسي ولا استغفر ربنا واستعيذ من الشيطان ان انا ما احاولش ان انا اعمل كده. معاكي رقمه او اي وسيله للتواصل معاه؟ لا ابدا خالص، انا من ساعه ما انا قطعت معاه من بدايه حياتي وانا قطعت معاه خالص في التواصل. طب هو قريب بس منك؟ عشان كان اول حب في حياتي ما كانش في اي هو سبب. قريب منك او حاجه؟ لا، هو في بلد وانا في بلد ثانيه. طب والحمد لله. طيب كويس. هو في محافظه وانا في محافظه. طبعا انا لما سبت طبعا وسبت كل حاجه، فهو بس مجرد تفكير ان انا بفكر فيه. طب انا كده هسألك سؤال، انت لما بتفكري بتسترسلي في التفكير ولا ايه؟ بتسترسلي يعني بتتمادي في التفكير فيه؟ لا، يعني ممكن يجي مثلا مره واحده مثلا في دماغي كده وخلاص، بعد كده عادي الموضوع يتنسي شويه، بعد كده اجي بعدها فتره برضو ارجع افكر فيه تاني. طيب حاضر. مع ان انا مع جوزي سعيده جدا ومبسوطه وبحبه وهو ربنا راجل كويس يسعدكم يا رب. جدا معايا. حاضر فانا خايف كده ان انا مثلا بعمل حاجه غلط، او انا كده مجرد ان انا مثلا بكون جوزي، او مجرد ان انا بفكر في الشخص ده. وانت يعني بس هو ممكن يا مدينة تكوني فاضية شوية، فعندك وقت فراغ كبير فالشيطان بيخش لك منه مثلا؟ يعني انا بيبقى ساعات عندي وقت فراغ مثلا بالليل لما بقعد لوحدي شويه، مثلا لما جوزي ما يبقاش في البيت ببقى قاعده لوحدي شويه، بيجي شوف يا مثلا مدينة، يعني من غير اي سبب بيجي في دماغي. قالوا لنا جملة حلوة قوي ومهمة جدا: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. صح. النفس بتاعتك دي لو انت ما شغلتهاش بحاجة وتخليها على طول مشغولة دايما، خلاص انت هتسيبها في وقت فراغ، في الفراغ بتاعها ده فهي عاوزة تنشغل، فتنشغل ايه؟ بالتفاهات، تنشغل بالحرام، يعني وهكذا هتشغلك بالباطل يعني. هيبقى في وقت لمدخل الشيطان. طبعا طبعا، واحنا عندنا 24 ساعة فاضي، يعني احنا لا نشغل انفسنا اصلا باي شيء صالح ابدا، انما شغلنا الشاغل انما هو التفاهات للاسف الشديد يعني. حتى لما بنيجي نقعد على السوشيال ميديا احنا ممكن نقعد ب6-7 ساعات يعني. والله جل وعلا سيسألون ازاي نتخلص من المسألة دي تحتاج الى إرادة يعني، وربنا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كان أحد مشايخنا لسه النهاردة في الصباح كنت بسمعه يعني، فبيقولوا له بتحب مراتك يا مولانا؟ قال: طبعا، يعني أنا بحب مراتي. والغزل بقى وبتاع. قال: يا جماعة يعني انتوا ليه بتشغلونا بالمسائل دي؟ نحن أمة عندها من الأمور الجادة اللي يخلينا اصلا نقعد لا نلتفت لاي شيء، اصلا لا نلتفت لانفسنا يعني. احنا محتاجين اللي احنا نبني، ومحتاجين الاصلاح، ومحتاجين لكن هنقعد نشغل الحب الزوجه ده يعني يثاب المرء على ذلك يعني، لكن هنعمل ايه يعني؟ احنا في النهايه هنعمل ايه يعني؟ لكن انا عايز اقول لحضرتك ما دام الشيء بيجول في الخاطر ولا يستقر فليس عليه شيء. احنا ده بنسميه الخاطر، وهل الله عز وجل يحاسبنا على هذا الخاطر يعني؟
كما يقول الشوكاني عليه رحمة الله، لا مش هي يعني إن شاء الله لن يحاسبنا على ذلك، إنما يحاسبنا على العزم ويحاسبنا على الفعل. هي تستغفر وتقوم تصلي ركعتين كل ما يجي فهو بقى لما يجي حاجة زي وتستغفر. كده أعمل إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقوم بغسل المواعين، أقوم أصلي، أقوم أشوف ولادي بنتي، أقوم أقرأ قرآن، أو يعني اقطعي التفكير، يعني اقطع التفكير في لحظتها يعني، لأن لو ما قطعتش التفكير سيتمادى، ولما يبدأ يتمادى ممكن يسترسل ونصل إلى طريق صعب شوية. هي بقى تملى وقت فراغها بقى، لو مثلا واحدة عندها وقت فراغ تبدأ تروح مثلا دورات قراءة القرآن، الحفظ القرآن. أنا نفسي الناس كلها تشغل تشغل نفسها بحاجة يعني فيها يا ثواب جماعة كده طالما عندها اشغلوا وقت فاضي. نفسيكم بحفظ القرآن الكريم، بحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وبقى في كتير يبقى عندي دلوقتي كل يوم كده جوامع. على الأقل 20-30 صفحة أنا بقرأها يوميا من باب الثقافة حتى العامة. إن شاء الله نقرأ كتاب قبل نظيرة، يعني نقرأ كتاب في الطبخ، بس المهم نشغل نفسنا بحاجة. لو احنا شغلنا أنفسنا كل يوم سنزداد ثقافة، كل يوم هنزداد معرفة. أنا النهاردة وأنا جاي في الطريق ففي كلمة أنا مش عارف أضبطها، يعني الضبط بتاعها أنا مش عارف أضبطها لغويا يعني. فاتصلت بأحد أصدقائي المتخصصين في اللغة، قلت له، فقال لي لا معناها كذا، قلت له لا مش معناها كذا لأن السياق بيقول كذا. فقال لي طب استنى نفتح لسان العرب ونفتح القاموس المحيط، وبدأنا ايه على التليفون كده على الهاتف كده. فقال لي يا اخي والله جزاك الله خيرا، انا اول مرة اعرف المعلومة دي. يعني اول مرة اعرف. فاحنا محتاجين كل يوم هنزداد، يعني كل لحظة الواحد بيتعلم. طبعا يعني. فاشغلي نفسك بالحق، وخدي القاعدة دي اكتبيها في كل مكان: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أنا حتى رنة الموبايل بتاعتي عاملها كده، يعني رنة الموبايل بتاعتي اللي هو إيه، في لحظة اوعى بقى انتبه لنفسك، وهكذا.